اهلا بكم في حلقه جديده. معاكم ابراهيم توفيق عكاشه من مزرعه عكاشه، وطالعين النهارده في الحلقه نرد على ناس كتير قالت لك الجاموس الحلاب مشروع مش ناجح. لا، مشروع ناجح. اول حاجه الجاموس الحلاب مش بس حليب، لا احنا عندنا اول حاجه ممكن تضاعف ربحك بان انت ما تبيعش اللبن سايب. تبيعه، ممكن تبيعه تصنعه وتبيعه جبنه قريش او سمنه بلدي او مش. وما ادراك السمنه البلدي النهارده بكام. فدي اول حاجه ممكن تضاعف بيها ربحك وتعوض ال6 شهور او تعوض ال5 شهور اللي بيبقى فيها الجاموسه ناشفه من اللبن بسبب الحمل. طيب ايه تاني حاجه يا عم ابراهيم؟ تاني حاجه يا عم ابراهيم، النهارده عندنا ان الوسخ او البراز بتاع الجاموس بنستعمله كسماد عضوي. سماد عضوي ومطلوب، ممكن تخزنه او ممكن تبيعه، وده بيعلي لك نسبة الربح وتستفيد منه في الارض. لو انت عندك ارض وزارع برسيم او ذرة تستعمله احسن ما تجيب كيماوي ويبقى الحاجات فيها كيماويات. الطبيعي احسن بكتير. تمام. ايه تالت حاجة يا عم ابراهيم؟ تالت حاجة يا عم ابراهيم ان انت النهاردة عندك انتاج من الجاموسه وهي الخلفه. واحد يقول لك اصل هي ممكن تفوت ما تخلفش. لا، خلي توكل على الله وابدا مشروعك. مش لازم تحط العقد في المشروع. مفيش مشروع بيخسر. انت بيجي لك منها خلفه، وممكن كمان كده كده سعر الجاموسه بيعلى. سعر الجاموسه بيعلى. فما تحطش العقده في المنشار وتوكل على الله. وان شاء الله ان شاء الله خير. واللي بيحط خير واللي بيبقى ناوي خير ربنا بيرزقه. والارزاق على الله، بلاش التعقيد ده. وزي ما قلت لكم في 3 حاجات بتضاعف ربح مشروع الجاموسه الحلاب. عندك مخلفات المواشي او مخلفات الجاموسه. عندك ممكن ما تبيعش اللبن سايب، ممكن تبيعه على هيئه جبنه قريش او مش او سمنه بلدي. وما ادراك زي ما قلت لك السمنه البلدي بكام النهارده. حد بيجي يكلمني على العلف، انا مش هخش في تفاصيل العلف، انا هخلي عم حاج عبد العاطي يقول لنا العلف. الناس بتقول لك اصل العلف ممكن يبقى غالي قوي وممكن يعدي مش عارف ايه. لا حاج عبد العاطي، انت اتفضل يا فندم. النهارده ممكن تستعمل بكام؟ عاوزين نتكلم بفلوس. انت ممكن تستعمل النهارده للجاموسه الحلاب قد ايه؟ ممكن استعمل لها علف ك7 كيلو في اليوم. 7 كيلو. اه، ال7 كيلو دول ممكن يقفوا عليك بكام؟ يقف ب 75 جنيه 80 جنيه. 80 جنيه. اه. طيب بتستعمل حاجه غير العلف؟ بستعمل تيبن. تبن. اه. تمام. طيب التبن او البرسيم او العلف ده كله في نهايه اليوم معاك للجاموسه الواحده بتبقى صارف عليها كام؟ تعمل لها 85 جنيه. 85 جنيه. يعني مش زي ما الناس بتقول 120 جنيه و130 جنيه والكلام ده. تمام. طيب انت علفتك عباره عن ايه يا حاج عوض؟ ذره صفراء. ايوه. رده. تمام. آه، فول صويا مدشوش. وفول صويا مدشوش مدشوش. بتيجي خلطه كلها على بعضها. تمام. جاهزه، جاهز. بتودوها انتوا تتعمل لا، في المصنع وتجيلكوا جاهزه. مش نحط منها على طول. تمام. وطبعا التبن اللي هو موجود دلوقتي. ايوه، بنرش بيه للبهايم بتاكله هو اه ساعات ما يعني انت بنرش بيه. بترش علف عليه. على التبن. ايوه ايوه. بسم الله ما شاء الله. وطبعا البرسيم بتبقى دي وجبه وجبه لوحدها. وجبه لوحدها البرسيم. تمام تمام. يعني يا جماعه مشروع الجاموس الحلاب مشروع ناجح، مش مشروع فاشل. وما تحطوش العقده في المنشار وتوكل على الله. واللي بيتوكل على ربنا وبيسيبها على ربنا الدنيا بتمشي معاه. بلاش كده. نراكم في حلقة جديدة من مزرعة عكاشة. كان معكم إبراهيم توفيق عكاشة. السلام عليكم.